الأصدقاء شاركنا قصة يقول في أوروبا حدثت إنه قصة شخص إنه عربي تزوج، وعن طريق الزواج إنه راح إلى بلدها وتزوجها. يقول هذا الشخص يقول أثناء تعارفهم وتزوجوا، يقول سوى لها معاملة لم الشمل حتى تجي إلى أوروبا. لكن إنه تعرف إنه الناس حاليًا ما تعرف حقيقتهم إلا ما هم يبينون حقيقتهم، ممكن يخفي عليك حقيقته، أو ممكن يكون هو شخص إنه يعني أنت نيتك ممكن تكون مع الزواج لكن هو نيته أخرى. فيقول أني يقول هذا الشخص راح إلى بلدها وتزوجها، وكمل إجراءات اللم الشمل وتعب وجاب الكفالة واشتغل ساعات أطول. وتخيل إنه تعرف اللي عنده كفالة يجيب شخص لازم يعمل ساعات أكثر، ولازم يصير عنده requirement income، لازم يكون عنده دخل مهم جدا حتى تجيب زوجتك. يقول أول ما جاب أول ما جابها إنه يعني أول ما وصلت يعني هي للمطار، وصلت المطار تركته وطلبت اللجوء، وتركت زوجها اللي هو جابها. فأول ما وصلت المطار طلبت اللجوء عند الشرطة، وإنه قالت أنا ما أريد زوجي، أريد يعني أريد لجوء. بعدين إنه اكتشفوا هي البنت كان عندها حبيب متعرفة عليه، آه، كان هذا الشخص تحبه، وكانت نيتها تهرب معه عند وصولها إلى هاي الدولة. فيعني إنه مو كل شي تشوفه صحيح، مو كل شي تشوفه بالشخص هو، لأن حاليًا المجتمع العربي يعاني من كبت نفسي وكبت عاطفي وكبت يعني كيف نقول إحنا تحول الشخص من شخص إلى آخر. فهو ممكن يشوفك نفسه بشخص آخر لكن هو يحتوي على طاقة أخرى، إنه هي طاقة ممكن تكون سيئة طاقة الشخص هذا. فلازم أنت تعرف إنه الشخص اللي أنت تعرفه لازم يكون هو شخص جيد مناسب إلك، يفهمك، يفهم حياتك. أنت مو إنه أي شخص تروح وتجيبه وبعدين تتورط به. لذلك منتشرة هاي الحالات حاليًا، أو منتشرة إنه أكثر الناس ما عندها أي صارت ثقة بالموضوع مع الأسف. وشاركونا القصص اللي عندكم، وتحياتنا لكم.